السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم إن شاء الله في حصة جديدة ومحدد جديد في سلسلة كلوبادو دو وتروا في اللي هو اسمه ليز ارتيكل انديفيني أو اللي احنا بنقول عليها أدوات الإيه؟ النكرة. طيب أدوات النكرة برضو لازم أقول لحضرتك هي محددات للاسم. يعني إيه محدد؟ قلنا يعني أداة بتيجي حضرتك، أداة بتيجي قبل الاسم العام عشان تعرفني نوعه وعدده، لكنها تستخدم أمام اسم غير معروف لدى الجميع، وكمان اللي ليس لها ترجمة في اللغة العربية. يعني المرة اللي فاتت قلنا أدوات المعرفة الترجمة بتاعتها ألف ولام، صح الكلام؟ قال لي كلام زي هقول إيه؟ هقول je vois une voiture. يعني إيه الكلام ده بقى؟ قال لي لما أجي أقول je vois une voiture معناها أنا رأيت سيارة ما. أنا حضرتك شفت إيه؟ سيارة ما، شفت عربية، ولا أعرف بقى كم واحد راكب فيها، ولا أعرف الدنيا ماشية إزاي، ولا اللون بتاعها، ولا أي حاجة خالص، فبالتالي بنقول عليها اسم نكرة أو غير معروف. قال لي أدوات النكرة محترم لازم تبقى عارف إن هي ليها 3 أشكال. الشكل الأولاني أداة النكرة ودي حضرتك بتستخدم أمام اسم مفرد مذكر. أي كلمة نلاقي قبليها نبقى عارف إن هي بتساوي الضمير إيه، وتستخدم مع العاقل وغير العاقل بالمناسبة. يعني لما اجي اقول لك ان ستيلو قلم جاف، ده ايه؟ قال لي غير عاقل. لما اجي اقول له ان بير يعني اب او والد، قال لي ده عاقل. طيب اداه النكره ديمونستراتيف، les adjectifs ديمونستراتيف يعني صفات الاشاره. تعريفها ايه؟ اللي هي محددات للاسم. تمام؟ اللي زي الفل، تستخدم لتشير الى الشيء. طيب الشيء ده بقى ممكن يكون انسان، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون جماد. اول شكل عندي حضرتك اسمه سو. يا عم سو اللي بيستخدم امام اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن. ركز معايا في الكلام عشان في لخبطه هتحصل كمان شويه. اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن. لما اجي اقول لك سو ستيلو اهو هذا القلم، اسم مفرد مذكر. لما اجي اقول لك سوبر يعني هذا الاب او الوالد، اسم مفرد نو ديمونستراتيف. خلي بالك بقى احنا خدنا الايه؟ خدنا ليزادجكتيف اللي هي صفات الاشاره. في عندي بقى البرونو ديمونستراتيف ضمائر الاشاره. اول ضمير اشاره عندي يا غالي اسمه سو. هيجي واحد يقول لي مش انت اديتهولي صفه اشاره؟ قال لي ما هم الاثنين شبه بعض، ولاد عم بس مش اخوات. ازاي؟ قال لي بص الشكل واحد لكن الاستخدام مش واحد نهائي. لان ضمير الاشاره حضرتك ايه الفرق بينه وبين صفه الاشاره؟ قال لي السو ضمير اشاره بمعنى هذا لا يجمع ولا يؤنث. حلو، قال لي حلو خالص. وبعدين قال لي ولكن يصرف معه الفعل زي الضمير إل والإلى في الكاس. انت بتقول ايه؟ يصرف معه الفعل. الله، هو ده الفرق. صفة الإشارة بيجي وراها ايه؟ قال لي بيجي وراها اسم. صفة الإشارة بيجي وراها ايه؟ اسم. لكن ضمير الإشارة بيجي بعده فعل، ولما تيجي تصرف الفعل مع الضمير سو